ارتفع بشكل مخيف عدد السرقات المسجلة بجماعة القصر الصغير بإقليم الفحص أنجرت خلال فصل الشتاء الجاري. وسجلت عدة سرقات بأحياء ودواوير الجماعة المذكورة تتزعمها عصابات منظمة تنشط بشكل واسع بالمنطقة في ظل نقص كبير لعناصر الدرك الملكي التي لا تتجاوز 20 عنصرا تتولى توفير الأمن على مستوى منطقة كبيرة جدا تمتد لعشرات الكيلومترات وتتضمن أكبر ميناء في أفريقيا والبحر المتوسط. ويعاني أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع الانتشار المخيف لسرقة المنازل بشكل سنوي، ما يشكل سبباً مباشراً في عزوف أبنائهم عن زيارة وطنهم الأم، ويضيع حقوق وممتلكات